الأمير أليف حسين كان عضو في واحدة من أكثر العائلات الملكية احتراماً في ماليزيا، لكن من أول يوم في حياته عاش بحالة صحية خلته عاجز تماماً ومعتمد على الناس اللي بيحبوه طول 31 سنة من عمره. وقصة اللي عملته عيلته عشانه، والتضحيات اللي قدموها، والحاجات اللي تنازلوا عنها، والمعاناة اللي تحملوها هي واحدة من أكثر القصص المؤثرة اللي ممكن تسمعها في حياتك. فليه كان مصيره مأساوي بالشكل ده؟ إزاي أمير واحد قدر يغير حياة عيلته كلها للأبد؟ وإيه اللي حصل في لحظاته الأخيرة واللي عمر أحبائه ما حينسوه؟ اتفرجوا على الفيديو كامل عشان تعرفوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. ماليزيا واحدة من الدول القليلة في العالم اللي لسه فيها ملكية. في الحقيقة 9 من أصل 13 ولاية فيها بتحكمهم عائلات ملكية خاصة بهم. واحدة منهم هي نيغارا سامبيلان، ومن سنة 2008 الحاكم بتاعها هو تافون كوموريس. هو معروف على نطاق واسع إنه راجل متواضع ومحترم، عمره ما كان بيدور على الأضواء. قبل ما يبقى حاكم بنى لنفسه مسيرة ناجحة في مجال الأعمال، واشتغل في البنوك وكان عضو في مجالس إدارة كذا شركة. هو وزوجته توانك وعائشة رهاني اللي هي كمان أميرة خلفوا 3 أولاد. أصغرهم كان الأمير أليف حسين، ولد غير حياتهم للأبد. أليف اتولد في 3 سبتمبر 1984 في مستشفى كوالالمبور العام، لكن تقريباً على طول الدكاترة قالوا لأهله إنه ابنهم المولود حصل لنقص في الأكسجين وفيتامين كي، وده سبب له تلف شديد في المخ هيأثر عليه طول حياته. أخوه الكبير اللي كان عنده 7 سنين بس وقتها افتكر بعدين إنه استلم مكالمة في البيت واضطر يشرح للأهل القلقانين اللي حصل، مع إنه هو نفسه ما كانش فاهم كويس. في الأيام الأولى دي ألف عمل كذا عملية جراحية، منهم عملية عشان يركبوا له تحويلة في مخه، والجهاز ده هيفضل معاه طول عمره. أسرته قعدت أسابيع في المستشفى وما كانوش بيمشوا منها تقريباً. اللحظة اللي كان المفروض تبقى من أسعد لحظات حياتهم بقت بداية معركة هتستمر طول العمر. وبإصرار إنهم يدوا ابنهم كل فرصة ممكنة، أهل أليف غرقوا نفسهم في تعلم كل حاجة عن حالته. كتاب اسمه كيف تتعامل مع طفلك المصاب بإصابة دماغية كان نقطة البداية بالنسبة لهم. وفي الآخر العائلة سافرت لحد فيلادلفيا في الولايات المتحدة علشان ينضموا لبرنامج تأهيل متخصص في معاهد تحقيق الإمكانيات البشرية. ولما رجعوا البيت حياة ألف كلها بقت بتدور حوالين روتين يومي مكثف. هو خضع لعلاج الأنماط الحركية علشان يتعلم جسمه حركات الزحف الصح، وكان بيتدرب على لوح مائل علشان يقوي الحركات دي، وكمان كان بياخد علاج بالقناع اللي بيستخدم قناع تنفس علشان يساعد جسمه يستخدم الأكسجين بشكل أكثر كفاءة. بالليل كان بينام على جهاز تنفس علشان يساعده ينظم تنفسه، وأبوه كمان علم إخواته الكبار الاثنين إزاي يشغلوا الجهاز لو احتاجوه في أي وقت. كل فرد في العيلة اتعلم إزاي يعتني بيه. ومع مرور السنين والد أليف عمل تضحية غير عادية، باع شركته وتخلى عن حياته المهنية عشان يقدر يكرس وقته وجزء كبير من موارد العيلة لرعاية ابنه الصغير. القرار ده حط ضغط مالي كبير على العيلة. في الحقيقة الاثنين إخوات أليف الكبار اعتمدوا بعد كده على دعم من العيلة الملكية الكبيرة عشان يقدروا يدفعوا مصاريف تعليمهم، والعيلة ما كانتش لوحدها. العمات والخالات والأعمام والأخوال والأصحاب كانوا بيتطوعوا كذا مرة في الأسبوع وبقوا مهمين لتقدم أليف زيهم زي الدكاترة بتوعه بالضبط. بسبب احتياجات أليف الخاصة الرحلات العائلية بقت نادرة جداً. ما بين سنة 1990 وسنة 2008، يعني على مدار 18 سنة، العائلة عملت بس 3 رحلات: عمرة وزيارات لسويسرا وإيطاليا. كل رحلة كانت بتتخطط حوالين أليف. هل الحمام كان واسع كفاية علشان نحميه؟ هل الفندق كان يقدر يجهز له وجباته بشكل مناسب؟ كانت الرحلات بين الأماكن بتاخد وقت قد إيه؟ كل تفصيلة كان لازم تتاخد في الاعتبار بعناية. على الرغم من إنه الأمير أليف كان باين عليه إنه كويس بشكل عام، صحته فضلت ضعيفة، وعلى الأقل في 3 مرات اضطر يقعد في المستشفى لفترات طويلة بسبب مضاعفات خطيرة.
لما بنبص ورا على السنين الصعبة دي، أخوه الكبير قال بعدين: كل ما كان يعيا كنا بنحس بالقلق والإحباط، وأوقات كمان كنا بنحلع. بس أليف كان دايماً هادي في كل تحدي صحي مر بيه. علمني إنه مهما حصل لازم دايماً نصبر. أليف عاش لحد سن 31 سنة، وده أكتر بكتير من المتوقع لناس عندهم حالته، وده دليل على الحب والاهتمام والرعاية الاستثنائية اللي أسرته قدمتها له كل يوم. في آخر أسبوع له كان تحت تأثير مهدئات قوية، وكان بالكاد واعي. وبعدين في آخر يوم ليه صحى فجأة؟ حتى وهو لسه عنده أنبوبة التنفس في بقه، حاول يتكلم مع العيلة اللي كانت متجمعة حوالي سريره. على حسب كلام أخوه، كان كأنه أليف استنى لحد ما عيد ميلاد والدهم يعدي قبل ما يسيب الدنيا، وكأنه حتى في آخر لحظاته ما كانش عايز موته يطغى على يوم والدهم المميز. كان تقريباً كأنه استنى لحد ما احتفالات عيد الميلاد تخلص قبل ما يودع، زي ما أخوه افتكر بعدين. ولعيلتنا كان كأنه بيطمنا بهدوء إنه كل حاجة هتكون كويسة. في يوم 15 يناير 2016 الأمير أليف توفى في مستشفى توانكو موريس. حوالي 1000 شخص تجمعوا في جنازته من أفراد العائلة الملكية وأقارب مقربين وضيوف مدعوين، كلهم جم عشان يودعوا أمير. أغلب الناس ما كانوش يعرفوه كويس. تحية ملكية ب7 طلقات مدفعية دوت في الجو تكريماً ليه. ولما ساد الصمت، عائلته ركعت جنب قبره ورشوا مية معطرة ونثروا بتلات الورد على التراب برفق. وبعدين في اللحظة اللي كانوا بيدفنوه فيها، عاصفة قوية اجتاحت المقبرة. وحسب التقاليد الملايوية، المطر وقت الدفن بيعتبر دموع من السماء، وده بيساعد الروح في رحلتها للحياة التانية. الأمير أليف اتدفن جنب جدته وانضم لأجيال من عيلته اللي سبقوه. وبعد كده أخوه تونكو علي ريدرد هودين قدم تحية مؤثرة وقال: أليف، أنت ساعدت في تشكيل حياة وشخصية كل واحد كان عنده فرصة يقابلك. أنا بقيت اللي أنا عليه النهاردة بسببك. أنا ما كنتش طالبة ممتازة، يعني مش مثالية خالص، بس أنا إنسانة أحسن بكتير من اللي كنت هكون عليه من غيرك. شكراً على كل حاجة علمتها لي. لتكريم ذكراه تم بناء مسجد تينكو أليف حسين سيف الدين الأمين بعد كده، وتسمى باسمه. الأمير أليف عمره ما كان عنده فرصة يعيش حياة طبيعية، وكمان عمره ما عاش حياة طويلة، بس يمكن ده عمره ما كان مقياس لحياته. في حيوات بتتقاسش بالسنين، لكن بالناس اللي تتغير بسببهم. من خلال قوته الهادية وصبره والحب اللي زرعه، الأمير أليف غير حياة كل اللي حواليه، وبالمقياس ده عاش حياة فعلاً استثنائية. إيه رأيك في قصة الأمير أليف؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف حاجات زي كده تاني، ما تنساش تدينا لايك تحت تقديراً منك. ولو لسه ما اشتركتش، أكيد هتحب تشترك. اشترك في قناتي وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.